السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التحضيرات الاوليه اللي كندير كل شهر. في كل شهر كندير هذه الخطوات البنات باش نستغل الوقت ديالي وكنحيد عليا المجهودات اللي كتراكم عليا. في هذا الفيديو غادي تشوفوني غادي ننظم معكم الخضر، كيفاش غادي نخلي الخضر ديالي طريه وتصدر ليا لمده اطول، وكذلك غادي نرقد معكم الفلفله الحاره طريقتي في التخزين ديالها. على بركه الله. اول خضره اللي غادي نقدم معكم هي الخرشف. غادي نقيها وكذلك غادي نوريكم الطريقه الصحيحه في الاحتفاظ ديالها. هنا غادي ندير جوج طرق، الطريقه العاديه والطريقه اللي غادي نوريكم طريقتي المفضله في التخزين ديالها لمده اطول. بالنسبه لهذا الفيديو اللي طلبتوني عليه بزاف والعديد الناس اللي تواصلوا معايا في الخاص وطلبوا مني التحضيرات الاوليه ديال كيفاش كنحضر الخضره والفواكه واللحوم وكيفاش كنشيط الصرف في التقضيه ديالي بصفه عامه. اكيد غادي نوريكم جميع الاسرار في هذا الفيديو البنات. راه اكيد كل واحد في دارو راه كيعرف شنو اللي غيفيده هو. انا مجرد عطيتكم رايي الخاص اولا فكرتي اللي كنديرو دابا حاليا في دار الوالده ديالي، كيفاش كنعتمدوا على اشغال هكا باش كنخلصوا الوقت. بالنسبه للسيده العامله اولا بالنسبه للطالبات اللي ساكنين بوحدهم ساكن وما عارفينش كيفاش ينظموا الوقت ديالهم ما بين الدراسه اولا ما بين الخدمه وبالاشغال ديال الدار، اكيد غنعطيكم اسرار من عند الام ديالي اللي سنين وهي متاخداها كربة بيت في الحياة الزوجية ديالها، وكذلك غادي نوريكم بعض الاسرار اللي غتكونوا الاول مره غتستافدوا منهم. على بركه الله كنقي في هذا الخرشف ديالنا. كيف كتشوفوا هاد التحضيرات البنات يمكن لكم ديروها في رمضان اولا في اي شهر تعمل، بخصوصا النساء اللي كيفضلوا انهم في شهر رمضان اولا الناس اللي كيفضلوا في شهر رمضان انهم يمشوا للعباده، يخصوا الوقت ديالهم لقراءه القران للصلاه للدين ديالنا. فهاد الطريقه هذه غتنفعهم بزاف. صافي بعد ما نقيت الخرشف وغنقيه كامل وغادي نسالي. هانتوما كتشوفوا معايا ضروري نحيد له هاد صافي بعد ما ساليت شديتو وغسلتوه البنات مزيان 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 وضعته في الماء نقيته مزيان، ودابا كندير له الحامض بهذه الطريقه وكنحطو في القرعه. هذه بالطريقه الاولى اللي غنوريكم اللي هي هذه الطريقه اللي جديده غنوريها لكم. كندير كل خرشف كنبقى نعصر عليه الحامض وكندهنه مزيان بالحامض باش ما يكحلش ليا، وكنبقى نقاد فيه كامل تنسالي الكميه ديال القرعه باش كتعمر ليا القرعه وكنحبس. هاد الطريقه هذه ما كنديرهاش انا البنات في المجمد. صافي كنبقى نحط غير هنايا حتى نعمر القرعه. دابا بعد ما عمرت القرعه ديالي بجوج وهذه اللي درت في الميكا في بلاستيكه اللي غادي نوضعها في المجمد، اما القرعه لا. صافي هنا غنوريكم كنبقى نجيب حامضه معصوره اللي غنوضعها من الفوق باش كتهبط عليها كامله، وغادي نجيب الماء غنعمرها كامله بالماء وصافي وغادي نسدهم ونحطهم غير في الثلاجه لتحت. اما بالنسبه للساشيه غادي نوضعها في المجمد. هذه هي طريقتي في التحفيظ ديالها. هذه فوق ما بغيت غادي نجبد منها، اما الاخرى غنحطها حتى ترشق ليا عاد ندير. صافي جبت الربيع هنايا كيف كتشوفوا بديت كنقادو ربيطات القزبر بوحدو معدنوس بوحدو. صافي بديت كنقادهم ربطتهم الربيطات كيف بحال هكا وغادي نبدا نقرط فيهم. هنا غنوريكم طريقه الاحتفاظ. غادي ندير جوج طرق، الطريقه العاديه اللي غنديرهم في الساشيه وغنخشيهم للثلاجه، وكذلك الطريقه الثانيه اللي حتى هي سهله وكتجي لذيذه البنات ما كطول فيها هذيك الثومه، كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. صافي غنبقى نستمر كيف بحال هكا في التقريط ديالنا ديال نسالي الكميه كامله اللي متوفره عندي. و ميم طون انا ما بغيتش نديرها في لاله الحادقه لانها كتجيبها رقيقه بزاف 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 ما كتجيش زوينه. هنا كتجيبها هي هذيك التقريطه هي هذيك على حقها وطريقها. وكذلك غادي نجيب الاله ديال التقطاع ديال الربيع غير هكا غادي نزيد ندوز عليها باش تجيني رقيقه وما تبقاش غليظه بزاف، انما بالطحانه كتجي رغدنا. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نسالي الكميه كامله
وغنرجع لكم. ها هي بعد ما جبت هذيك الاله ديالي وغنبقى ندوزها من الفوق ديال القطاعه. صافي كتقطعيها الكميه اللي بغيتي والقياس اللي بغيتي، يعني ما غليظه تتحكمي فيها. صافي غتسالي الكميه كامله وغنرجع لكم. بالنسبه لهذا الشيء كيسهل عليك المأموريه والوقت والمجهود. دابا هذا هو الربيع ديالنا. جبت واحد القريعه غادي نجيبها اللي غادي نوضع فيها هاد الربيع. هنايا جبت القرعه اللي غنوضع فيها، وجبت الثومه وكذلك الزيت. هنايا وضعت الثومه غادي نمعسها معكم، وميم طون غادي نجيب القريعه ديالنا اللي غنبقى نوضع شويه ديال الربيع، شويه ديال الثومه، شويه الربيع، شويه الثومه، حتى غادي نسالي القرعه كامله وغادي نوضع فيها الزيت. كذلك غادي نقاد ليها الزيت من الفوق كامله. هكا فيما تبغيو طيبوا كتهزوا منها كتجي لذيذه وكتجي فنه. هنا وضعت الثومه وضعت لها شويه الملحه باش كتجي بنينه. صافي بهذه الطريقه غادي نسالي الكميه كامله اللي بغيت انايا، وعاد هذيك غادي نحطها غير في الثلاجه لتحت، وعاد اللي غادي ندير في البلاستيكه عاديه كيف حال هكا اللي غندير في المجمد. هنايا يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا، ولكن الاولى الطريقه الاولى اللي شرحت لكم كتجيني لذيذه اكثر. هذه بالنسبه اللي ما كتديريش فيها الثومه، شي حوايج غديري فيهم الربيع بلا ثومه. صافي غادي نستمر على الكميه كامله اللي عندي حتى غادي نسالي ونرجع لكم. هنا كيف كتشوفوني كنبقى نخرج منها الهواء من البلاستيكه. صافي هذه هي الكميه ديالنا، هذه هي كيف كتشوفوا هذه هي الربيع اللي انايا عندي. صافي ومشيت للجلبانه حتى هي غادي نوريكم طريقه الاحتفاظ ديالها اللي سهله. هانتوما كنبقى نقي في الجلبانه كامله حتى غنقيها وغادي نسالي وغادي نرجع لكم. هي البنات دابا موجوده الجلبانه وحلوه جات البنات، كتجي حلوه وكتجي في الطواجن، ديروا شي طاجين بها كتجي لذيذه. صافي بعد ما غسلتها ونقيتها جبتها دابا كنشفها هنايا في فوطه باش ما يبقى فيها تقطره الماء. هنا غنوريكم الطريقه الصحيحه باش تخليو هذاك اللون ديالها يبقى وكتبقى طريه لمده اطول. بعد ما غادي نشفها مزيان غادي كيف كتشوفوا غادي نوضعها في واحد الاناء كيف حال هكا. انا جبت هاد السكيره هذه ديال الخشب اللي غادي نوضعها فيها كيف كتشوفوا. هنا غنوضعها كامل الكميه اللي انا باغا، غادي نوضعها هنايا وغادي نجيب شويه ديال الزيت وغنرشها بها، وخاصها ندخلها فيها مزيان هذيك الزيت البنات باش كتبقى لينا اللون الاصلي ديالها. ما كتبقى وكنديرها في المجمد كنخشيهم في البلاستيكات. هنا نتوما كتشوفوا وضعت شويه ديال الزيت وغادي نبدا نشرب هذيك الجلبانه كامله بالزيت وغادي نوضعها في البلاستيكات. بالنسبه للبلاستيكات اللي غناخذوا هما يكونوا ديال الثلاجات، وميم طون نصفوا منهم الهواء مزيان ونسدوهم باش ما كتبقاش يضربها الريح وكتفسد لينا وما كتبقاش معنا مده اطول. هذه هي الطريقه الصحيحه ديالها البنات. بعد ما غادي نعمرها غادي تشوفوا معايا الطريقه الصحيحه ديالها. لا مشات تضربها الهواء البنات في الثلاجه كتولي فيها الريحه ديال المجمد وما كتبقاش طريه وما كتبقاش بنينه. هذه هي الطريقه اللي كندير انا بالنسبه لي انايا. اما بالنسبه لكم نتوما ديروا اللي غيسلككم واللي غترتاحوا فيه. غير هي فين كنبغي ندير شي حاجه طاجين مثلا ديال هذا كنلقى الجلبانه موجوده، القوق منقي، ماشي عاد نبقى نقلب على النقي ونضرب مجهود اخر. صافي كنبقى نصف ليها الهواء بهذه الطريقه وكنقادها وكنسدها مزيان باش الهواء ما يدخل ليهاش. وبهذه الطريقه كنكون احتفظت بها مده اطول. دابا بالنسبه للفول حتى هو كذلك بديت كنقي فيها البنات. كيجيني انايا الفول صراحه لله مع سيكوك كيجي لذيذ ولا مشرمل كيجي خطير الشرموله ديالو.
ولكن غنوريكم واحد الشرموله كنديرها للهذا، كتجي لذيذه ورائعه. دابا نشاركها معكم مع مقارب. صافي هنايا غنبقى نستمر في التنقيه ديال الفول ديالنا حتى غادي نسالي الكميه كامله اللي عندي. هنا مشيت البنات تقديت ديال الخضر. اكيد في الفيديو الجاي ان شاء الله نشارك معكم الفواكه، الطريقه ديال التخزين ديالها، وكذلك غنمشي نتقدى اليوم نيت البنات، غادي نتقدى داكشي ديال اللحم والحوت والدجاج وداكشي، وغادي نشاركه معكم في فيديوهات مفصلين كيفاش تحتفظوا بهم حتى هما وتاكلوهم طريين. صافي هنايا بعد ما نقيت الفول ديالنا جبت هاد الطنجره البنات وضعت فيها عصير الحامض، وكذلك وضعت فيها الخل، وكذلك غادي نوضع فيها معلقه ديال الطحين. صافي وغادي نحطها على نار هادئه تبدا تغلى لينا شويه، وكنوضع الفول. كتحسي بالماء انه غلا، كتوضعي الفول واحد 10 دقائق حتى ل 5 دقائق، 5 دقائق حتى ل 10 دقائق عفوا. صافي وكتحيديه من الماء، كتبقاي تحركيه كيف بحال هكا وتتحيديه من الماء، وكتوضعيه في الماء بارد اكيد وكتنشفيه. انا وضعته هنايا بعدا، عاد غادي نديرو في الماء بارد وغنشفو كيف كتشوفوا نشفتو، وغادي نوضعو في بلاستيكه كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. حتى هي بنفس الطريقه ديال الجلبانه، ضروري اي حاجه غتحطوها في المجمد البنات تحيدوا لي منها الهواء من الميكا من البلاستيكه وتسدوها مزيان باش كتبقى لكم مده اطول وكتبقى الحاجه طريه. دابا بالنسبه للقوق حتى هو غادي نقيه امامكم، وغندير له نفس الطريقه اللي درت بالنسبه للفول. بالنسبه للقوق غادي نوريكم حتى هي الطريقه الصحيحه واللي ما كيبقاش يزرق فيه. هي بالنسبه للقوق ما غادي يزرقش ليك لا خدمتي بهاد الطرق هذه اللي غنوريكم. صافي هنا بديت كنقطع في القوق ديالي، غادي نبقى نقي فيه حتى غادي نسالي. بالنسبه للبنات اللي سولوني اولا طريقه العسل اللي كندير في الشباكيه وداكشي، اكيد ان شاء الله غادي نشاركو معكم مع التحضيرات ديال رمضان، وغنوريكم السر ديال اللمعه ديال العسل وكيجي زوين بهذيك اللمعه اللي فيه. اكيد غادي نلبي الطلب ديالكم، واكيد اي حاجه طلبتوها مني غادي نقولها لكم وغادي ما نبخلش عليكم. انا اصلا كنعطيكم شي حوايج من القلب البنات خالصين، كنعطيكم الاسرار ديالها بصدق، ما كنخبي عليكم حتى حاجه باش تنجح لكم الوصفه وما تحشمكمش. اكيد غادي نشارك معكم الطريقه ديال العسل المنزلي تتجي رائع. صافي غنستمر في التقطيع ديال هاد القوق حتى غنساليو وغنرجع لكم. وغادي نوريكم كذلك الطريقه ديال التخزين ديالو. وبالنسبه للبنات يمكن لكم ديروا واحد القفازات في يديكم باش ما كيزرقوش لكم يديكم بالتنقيه ديال القوق اولا ديال الخرشف، ولكن اللي ما تيديرش القفازات يدير ليها كذلك، غير يسالي يغسل يديه بالحامض وينقيهم ويعقمهم، راه غادي يوليو ما يبقاش فيهم هذيك الزروقيه. صافي بنفس الطريقه اللي درت في الفول، الحامض والخل، وكذلك وضعت فيه الطحين. صافي وبديت كنوضع في هذاك القوق ديالي هكا وكنبقى نقلبو باش كياخذ لي طريقه بجوج، كنبقى نقلب فيه هكا كيف بحال كنسلقو، هو غير واحد 5 دقائق وكنحيدو. صافي ما كنفوتش 5 دقائق وكنحيدو كنوضعو في الماء بارد. هذه هي الطريقه ديالي في التخزين ديال هذا القوق، وكيبقى على لونه ما كيكحالش. صافي كنوضعو في المجمد باش ما كنبغي نستعملو راه كنجبدو. هانتوما كتشوفوا كنبقى نوضعو في الماء بارد وكنحاول نغطسو مزيان في الماء بارد. صافي غنستمر على هذه الطريقه حتى غادي نسالي الكميه كامله اللي متوفره عندي وغنرجع لكم بهذه الطريقه تماما.
انا كندير حتى هادو الطوالي اللي كيكونوا رقاق حتى هما كيجيو لذاذ البنات. صافي كنبقى نغطسهم في الماء وغادي نحيدهم وغادي نبقى نوضع عليهم فهاد التغذيات هادي، كنشفهم مزيان من الماء اكيد، وغادي نوضعهم في البلاستيكه ديالنا. اكيد البلاستيكه خاصها يتحيد منها الهواء، وكندير الكميه اللي انا باغا في البلاستيكات ديالنا وكنرجع لكم وصافي. وكنحيدهم ماشي كندير الكميه كامله غير تطيبه ولا هذا. صافي بعد ما وضعتهم في البلاستيكات جبت هاد الفلفله الحاره اللي غادي نقادها معاكم، هي بطريقتها اللي سهله. جبت هاد العلبه هادي اللي غنوضع فيها الفلفله. اكيد البنات الا بغيتو تحيدوا لهادوك الرويصات حيدوهم، انا ما كنحيدهمش كنخليها بها، غير شي وحيدات اللي كنحيدهم وصافي. صافي كنبقى نوضع في هاد الفلفله بهاد الطريقه حتى غادي نسالي. صافي بعد ما ساليت كامله وضعت فيها الثومه البنات. الثومه كتبقى على حسب الكميه اللي بغيتو. هنا كتخلي هذيك، هنا ما كنفلحهمش البنات باش ما كتطلقش ليا الحروره في هذيك الزيت اللي غادي ندير. صافي بعد ما وضعت هذيك الثومه كامله غادي نوضع ورقه سيدنا موسى كيف كتشوفوا. كيجيو رائعين كيردوا هذيك الزيت بنينه. صافي وغادي نوضع الزيت، غادي نعمر القرعه ديالي بالزيت كامله مملوءه كامله حتى للفوق، وغادي نسدها وغادي نخليها واحد 15 يوم وغادي نجبدها نبقى نستعملها. بهذه الطريقه كتجينا المزيودات ديالنا. صافي هذه هي الخضره ديالي ديال اليوم. غادي نوريكم شي حوايج شاركتها معكم، شي حوايج لا. هذه درت بطاطا ولفت ودرت الخيزو ديال الصوبه هنايا. صافي وجدتهم درتهم في هذه الميكات. بالنسبه لهادو ديال الصوبه حتى النهار اللي نبغيو ندير فيهم شويه ديال هذا القرعه ونطيبهم. المطيشه سيريز كذلك القوق كذلك هاد الشيفلور اولا المكور يا ربي كنقادهم. درتهم على وحده على 4 قطعتهم وحطيتهم هكا كنحطهم في المجمد في الوقيته اللي كنبغيهم كنجبدهم ما كيخسروا ما والو. كذلك الخيزو ديال الشرموله هذا البنات دابا نوريكم واحد الشرموله كتجي فيه يا سلام خطيره، تجربوها ما توليش تستغنيو عليها، كيجي مشرمل واعر. هذا بالنسبه للخرشف كيجي لذيذ حتى هو بهذه الطريقه. والفلفله اللي درتها دوائر هذه درتها طويله، هذيك الشرمول الا بغيتو نطيبوها. اما هذه البيتزا وهكا درتها دوائر، الاولى درتها للزعلوك اي حاجه، هذه درتها كذلك هنايا البصله الخضاريه تنقطعها بحال هكا. لو بغيت ندير بها رغيفات معمرين في رمضان اولا في الايام العاديه رغيفات ولا شي حاجه كنجبدها كنستعملها كتجي حتى هي في الملوي ديال الشحمات كتجي لذيذه بزاف. وكذلك غادي نوريكم المتبقي. وكذلك غادي نوريكم الربيع اللي ها هو لتحت منه. جاتني 2 ميكات ديال الربيع قزبر ومعدنوس. كذلك غادي ندير جلبانه 2 ميكات هي و2 ميكات ديال الفول. هنا درت هادو اللي درتهم في القراعي الخرشف الربيع الحاره. هذه هي طريقتي كيف كتشوفوا لا في الحاره لا في كل شيء في تخزين المواد ديالنا للشهر كامل. دابا اللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس ويدعمني بلي لايك كومونتير تحفيزي وما يبارطاجي الفيديو مع الاصحاب ديالو اللي كيعجبوا هادشي ديال الترتيب ديال التنظيم ديال الوصفات ديال الطياب.